عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده رحت علشان اشتري شويه حاجات من مول محلاوي. لو انتم من المنصورة هتكونوا عارفينه، هو بيكون عند الاستاد. تمام، فكنت بوريكم هنا اسعار الشوكولاتات. وهنا بقى كنت بوريكم الزيت كريستال الذرة ده بقى ب74 جنيه. والكيكات دي يا جماعه ما تجيبوهاش، غاليه قوي قوي اوفر يعني. وحاسه اللي هي يعني ممكن تعملوها يعني مفيش فرق. الصوصات دي كانت رخيصة قوي، بقت اسعارها وعادي دلوقتي الحاجات دي عادي ان اسعارها تبقى كده. ان احنا بنتفاجئ كل فترة باسعار زيادة، وده بقى كان اول مرة اشوف اللبن ده بالهنا. كان عاملين عليه عرض ب38 قرش كده، يعني 8 ونص. وحليب المراعي كان ب41 جنيه. على فكرة بخيره حلو قوي. وتقريبا ب25 أو 24، بس أنا ملقتوش اللي هو الإزازة. وده بخيره اللي هو العادي ده كان ب26. وهنا الحبهان ده كده اسأل عليه لقيته بحاجة و70، فسيبته مكانه. تمام. وهنا في بهارات دي طبعا شكلها قمر قوي، بس طبعا غالية قوي. وهنا عاملين بهارات اللي هي الفشار والحاجات دي من ماركة شيفي، شبه ماركة سباركل او حاجة زي كده. ماركة سباركل طبعا غالي. وهنا الملح ده اللي هو دكتور سولت عسل قوي، وكان حوالي ب11 جنيه اللي هو الكيس ده، او ب10، مش فاكرة. والعسل ده انا كنت عايزة اجيب اللي هو آه، بيستخدم كده على طول. كان حلو قوي، بس لقيت الاسعار مبالغ فيها، فانا مش عارفة هو كان سعره كده حلو ولا لا. قلت لما اسأل في مكان تاني. هنا بقى كنت روحت البيت وطلعت الحاجة علشان ارتبها. انا ما بعرفش اصور برا كتير قوي. بحس ان انا بكون خايفة حد يقولي لا ما تصوريش بقى والكلام ده. وبعدين فالمهم يعني ما صورتش كتير. المرة الجاية بإذن الله. الطماطم كانت ب5، انا مش بجيبها من هناك بس كنت محتاجة وكده فجبتها. وجبت توم برضو. هوري كل حاجة، بس بطلع بقى كل حاجة عشان تبقى قدامي وانا بصور. وهناك يا جماعة عاملين عروض على اللحمة، كانت اسعارها كويسة. جبت جزر برضو، كان شكله حلو قوي فجبته. والملح ده كان ب5 جنيه تقريبا، ب5 جنيه كان 2 وعليه واحد هدية، كان ب14 جنيه. جبت التوم ده كان تقريبا ربع كيلو، كان ب16 جنيه. وحلو قوي ما شاء الله كبير. والتوابل دي كانت توابل جبنة. وبن جربت البنتي منها، حطيت لها شوية عليها على الأكل يعني. كانت بتاكل مكرونة بيضة، هي بتاكلش الا مكرونة بيضة، فعجبتها قوي. وجبت البهار برضو بتاع البطاطس ده، وجبته سايب برضو نفس النوع شيفي، عشان اعرف الفرق يعني. هي بنتي شبطت في ده، فانا عايزه اعرف انهي الفرق في البهار. لسه ما فتحتش ده، انا فتحت اللي هو التاني وطعمه حلو، البهارات اللي هي البطاطس العاديه. وهنا عصاير، العصير ده كيوي وليمون ونعناع، على فكره تحفه. ميكس حلو قوي قوي. انا كنت بحسبه بقى مش هيبقى حلو كده، لا لقيته طعمه حلو. جربوه بجد حلو. اللي بيحب الكيوي مع الليمون، مع انا مش غاويه من نعناع، بس حبيته قوي. وده رز بسمتي، جبت نص كيلو. انا بجيب نص كيلو بنص كيلو حسب استخدامي وكده، عشان بيقعد عندي فترة. جبت هنا شوية حلويات للعيد، والله ما يعني خلصتها وانا بصور وانا بسجل لكم الفيديو ده. ما شاء الله كنا خلصناها، لان هي كانت شوية صغيرين. قلت يا ريتني كترت منها. دي بهارات البطاطس اللي بقولك عليها، وده الكيس اللي هو المقفول نفس النوع. وهنا جبت طاية جل عشان ما كانش عندي مسحوق خالص، بس حسيت السعر مناسب، لاني سألت برضو بره لقيته اغلى من كده. جبت ده 3 لتر، 3 لتر و300 اهو. كان ب157 او 58 حاجة زي كده. وهنا بنتي كانت بتوريكم العصير عشان ما ملحقتش توريهولكم. تمام. انا بكون عايزة اصور، بكون بجد عايزة انجز. انا جيت من بره صورت بجد. المانجا دي سوري، البامية دي من شهرزاد، حلوة قوي، جربتها
كانت حلوة قوي. الخضار ده برضو كان بحوالي ب8، والبامية مش عارفة بحاجة و20. بس كانت البامية حلوة قوي. البسلة من بسمة كانت في حدود تقريبا 12 13، مش فاكرة في الحدود دي. انما من شهرزاد كانت ارخص. ودي الفراولة ده بيبقى نص كيلو كده، لقيته تقريبا ب15 حاجة زي كده، فقلت اجيبه واجربه، بس لسه ما جربتوش.